السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده ان شاء الله. اول حاجه بغيت نشكركم بزاف على التعاليق ديالكم وعلى الاراء اللي خليتيو ليا، وشكرا على لي لايك اللي خليتيو ليا حتى هما. صراحة بالنسبة للقناة ديالي كنشوفها انها كانت خاصها تطلع شحال هادي. انا راه مدة هادي باش دايراها، يعني ماشي عاد باش فتحتها ولا ولكن كنشوف ان مؤخرا عاد بدات عاد بداو الناس كيدخلوا عندي، يعني كتار تعاليق، يعني كيولوا كيخليو ليا. ما كانتش كتبان، ما عرفتش شنو المشكل. يعني لا عندكم شي الا كتشوفوا ان الطريقه ديال التصوير ماشي هي، ولا يعني في الفيديوهات اللي كانوا قبل. المهم انا كنت حاطه بزاف ديال الاعمال وكل زعما في المستوى، يعني ماشي شي حاجه انا من طبعي ما كنحطش اي حاجه، يعني كنحاول انني حتى تنبغي ندير شي حاجه عاد كنشاركها معكم او كنحطها. يعني قليل فين كنحط شي حاجه اللي ما تقدر نتوما غتعجبكم لو تقولوا غنستافدوا منها، ولكن انا بعض المرات شي حوايج كيجيوني تافهين، يعني شي حاجه اللي يقدر كلشي انه عارفها يديرها، ولكن راه الاغلبيه الحوايج اللي انا كنحط في القناه يعني فيهم واحد التعب، فيهم تماره ديال بصح. ومع ذلك قناتي ما طلعتش، يعني انا ما عرفتش. انا كنحاول انني نصور نشرح ولكن المشكل اللي بغيت نعرفه ما عرفتوش، اللي بغيت نعرفه ما عرفتوش. المهم ما علينا، ماشي مشكل. نتمنى هذه تكون بدايه جديده القناه ديالي وتبان بزاف ديال الناس ويستافدوا ونستافد انا. حيت صعيب صراحه ملي كتجي كديري شي حاجه وكتبغي تصوري، فراه صعيب. يعني ديري الحاجه وما تصوريش راه كتنقص عليك تماره، ماشي بحال كديري شي حاجه وكتبقاي خاصك تصوري وداكشي. يعني اقل حاجه ان الفيديو فاقل حاجه ملي تصوري ولا تحطي الفيديو تمونطيه، على الاقل يطلع ويتشاف باش حسنتي كتفرحي. ومهم ما كتمشيش تعب، ما كيمشيش غير هكاك. المهم معنينا اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد تو ولا جوله في الصالونات ديالي. يعني درت واحد بعض التغييرات، يعني تشوفوا رجعت الصالون كيف كان. والصالون ديالي الكبير يعني رجعته كيف كان. هانتوما غادي تشوفوا معايا كلشي ان شاء الله في الفيديو. وصوبت هاد الشجيره هذه عاد كتب ليها الله، كتب ليها الله باش تصاوب وتقاد. يعني كان عندي الفاز باقي خاوي، كنت خديت الشجيره بوحدها. وهذاك الفاز كنت خديته بوحدو. دابا غادي خديت هكا حجيرات باش تقل لي هذاك السطل والشجره ما تبقاش طيح. بالنسبه هذاك الكياس كنت خديته، راني قلت لكم خديته من عند مالي اللي كيخدموا داكشي ديال اللي كيبيعوا داكشي ديال لا موزيك. يعني راه هذا الكياس خاص بلا موزيك، هو اللي كيديروا في لا موزيك. يعني تمشي عندهم غادي تقولي لهم بغيت داك الكياس ديال لا موزيك بيض، راه غيعطيوه لك. هذا كيجي غير بحال الديكور من الفوق وصافي، هانتوما غادي تشوفوا. بالنسبه لهاد الحجيرات راه هادو من حيت انايا من الكوزينه ملي كنت حفرت البوطه في الرخامه. وهذا الردم هذا بقى ليا، هو اللي دابا درت سميتو درتو هنايا في السطل. المهم غادي نعمر شي شويه وغادي ندير القبص. نحاول انني نخليه شويه خاسر، غنديرو غير من الفوق. نحاول داك القبص يكون غير من الفوق كيف قلت لكم باش ما يجيش السطل ما يوليش عاوتاني ثقيل بزاف. كنظن انكم فهمتوني، يعني بغيتو يكون غير متقل وصافي ما يجيش واحد السطل بغيتي غير تجريه ما تقدريش عليه. غادي نحاول انا ديك القبص يبقى ليا غير من الفوق، يعني يقبط ليا غير دوك الحجر ما يبقاش يطيحوا، وفي نفس الوقت فين يشدوا ليا دوك الكياسات. الناس اللي سولوني على الشجره خديتها ب200 درهم،
كنت خديتها غير حيت جاوني تعاليق قالوا لي منين خديتيها. خديتها من عند واحد السيد، ولكن كانوا عنده غير جوج، خديت وحده انا ووحده واحد السيده. داكشي علاش دار ليهم هذاك الثمن. وصراحه المهم هو كان غير جربهم، ملي شاف راسو ما تباعوش ليه، بحال لي صافي هو ينقص الثمن وباعهم لينا، ما عليناش. وهذاك الفاز فخديته ب50 درهم من عند واحد السيد في سوق التوب، فسلا. انا معروف سوق التوب، راه كاين واحد السيد تما كيبيعهم. وهذاك الكيس راه خديته ب6 دراهم، فيه تقريبا شي 2 كيلو، يعني راه انا غادي ندير منه وغادي يشيط ليا. شوفوا كيفاش البنات القبص، انني حاولت انني نخليه خاتر. حتى الا جريتوه غير واحد، صبروا غير شويه، بقاو تخلطوا واحد شويه غادي يبدا يختار، هو راه دغيا تيكرم. داكشي علاش غادي يبدا يختار ليكم. نحاول انني نوزعه كامل على سميتو، وانا الصراحه ما كفانيش. عاودت خلطت شويه ديال القبص عاوتاني وخويته حتى طرق ليا داك الحجر باش ما يبقاش يبان، ويعمر ليا الفوق باش يشد ليا هادوك الكايس. هاد الفيديو البنات راه كنت هو لانني ننزلو لكم دابا راه تقريبا شي 4 ايام، ولكن راه كنت مرضت وكان الصوت مشى ليا. يعني واخا انا راني نبغي نمونطي الفيديو، ما نبغي نهضر، ما غاديش نقدر نهضر، ما غتسمعونيش. والله العظيم الا مشى ليا الصوت هاد المره ضربني البرد، ما عرفتش واش ملي خدمت ديك الخدمه ديال الفيديو الاخر يمكن كنت عرقانه خرج. ما عرفتش بالضبط، المهم ضربني البرد، واول مره صراحه غيمشي ليا الصوت في هاد المرضى. يعني كاين موالف كيضربني البرد، كان كيجيوني الحلاقه كاين هذا، ولكن باش يمشي ليا الصوت هذيني ما عمرها كانت، ولكن فعايل البرد. ايوا الحمد لله، ما عندنا ما نديرو، هادشي اللي كيقدر الله راه تيكتب. المرض راه حتى هو راه حنا على سبه، ما حنا ما فينا حتى شي حاجه. وكما كتشوفوا البنات، ها نتوما انا بديت كنهز في هذاك الكاياس وكان نحطوه فوق من القبص. واخا تبان لكم الشجيره تجلخات وعمرات وداكشي، راه داكشي كله غيحيد، هذاك القبص دغيا كيتحيد. المهم انا راه مسحته قبل ما يكرم، يعني كاع باش يسهل عليا الامر، انا مسحته قبل ما يكرم باش نتهنى منه. مسحته من الشجيره، من الفاز، مسحت مزيان، ومسحت حتى الارضيه حتى هي مسحتها وتهنيت، ما خليتوش حتى يكرم. المهم البنات نتوما عاوتاني ما تنساونيش من التعاليق ديالكم ولي لايك، حيت مهمين بزاف في الفيديو. هما اللي كيعاونوا الفيديو باش كيطلع، باش يبان للناس اخرين. ان شاء الله غادي تسناو الفيديو الجاي نكملوا. دابا انا شنو درت معاكم؟ واحد الخدمه كندير، كنخدم حاجه ياكو، كنمشي عاوتاني نخدم حاجه اخرى على ينمت تيح لي عاوتاني الفرصه باش نكمل. دابا مثلا الصالون باقا ما كملتوش، يعني السيجور باقا ما كملتوش، خاصني ليه سميتو. يعني اليوم يلا درت واحد الديكورات هكا خفافين، صراحه ما شريت حتى حاجه، داكشي كان عندي. باقي ليا الزريبيه ولا الموكيط، باقي ما عرفتش شنو غادي ناخذ. المهم حاجه اللي غادي تواتى مع سميتو، وراكم خليتو ليا قلتوا لي خذي الباج هكا فيه شويه السقلي. صراحه هذاك هو اللي انايا كنت مشيت وشفتو، وشفت حتى الاثمنه باقي ما درتش مزيان، ولكن كنت دخلتها عند واحد السيد واحد هو اللي شفت عنده. وباقي نرجع ان شاء الله ملي بغي ناخذ، راه غادي نعاود نقلب ونعاود نسول ونشوف الاشكال اللي كاينين وداكشي باش ناخذ شي حاجه اللي يكون انا مقتنعه بها وتفتح ليا السيجور. كيف قلت لكم صوبت الصالون، يعني صوبت السيجور، بقات ليا هذه بقات ليا الزريبيه
ولا الموكيت. كنت صوبت معكم الكوزينه، راه نخلي لكم الرابط ديال القناه بالنسبه للناس اللي ما شافوش الكوزينه. وكنت صوبت الطبيله وباقي ما كملتهاش. فعطى الله ما يدار، عطى الله باقي يعني افكار كثيره يا البنات، يعني باقي بزاف ديال الحوايج غادي نصاوبهم معكم، غادي نشاركهم معكم. بالنسبه للبنات اللي يبغيو حتى هما كيصاوبوا هادشي ديال الاعمال اليدويه، مازال غادي نشارك معكم بزاف ديال الافكار في الكوزينه. بزاف بزاف راني كنقيد في الدماغ ديالي، وان شاء الله غير اقرب فرصه غادي نلقى الوقت غادي نبدا غادي نحط معكم كل مره غنحط لكم حاجه ان شاء الله. وهاد خيتي هادي قولوا لي شنو الحل مع هاد البخيخيشه هادي، راه كتكون في الصالون هكا في الخشب، ما عرفتش واش من البروده واش هي تتكون في الخشب. المهم ما بغاش تفرق عليا، عييت ما عرفتش ما غندير لها، ولكن ما بغاش تفرق عليا. عطوني شي حل ليها، واش نتوما تتعانيوا منها؟ المهم بالنسبه لهذا الصالون فانا كنت محيده سداري وداك الكوان، وكنت خليت اتساع. لكن بيني وبينكم هي صراحه الشكل الجديد عجبني، ولكن هذاك السداري والكوان غادي غير نضيعهم. يعني صافي شفت راسي غادي عين يبقاو غير كيضيعوا داكشي، قلت غنرجعهم بلاصتهم. حتى الا جا شي حد هكا ولا الناس هكا، يعني كتلقاي الصاله كبيره، يعني كاين فين يجلس الواحد. ما علينا، هنا هزيت داك الجفاف ديالي اليوم غنشاركو معاكم ان شاء الله. صراحه صدق واعر، زعما غير خذوه يعني والله الا كينفع. ما تحتاجي لا تحناي لا تعصري لا والو، هو كيدير كل شيء. يعني عنده بلاصه فين كتغسلي الجفاف، وعنده بلاصه فين كتنشفيه، يعني فين كتعصر راسو. صافي البنات هنايا درت نرجع كل حاجه بلاصتها. انا كندير هذاك المثل ديال جديد جدو والبالي لا تفرط فيه. واخا كان جدد واخا ما شنو ندير، ولكن راه غير مده صافي وكنرجع كلشي بلاصتو. المهم نحيد واحد الشهوه، واحد الحاجه تخيلتها في راسي. صراحه شي بنات يعني مقربين كنعرفهم كانوا دخلوا عندي الخاص وتيقولوا لي هما صراحه حسن نيه، هما بغاو غير ينصحوني. يعني تيقولوا لي بزاف عليك داكشي اللي كديري، راه الصحه كتمشي وراه الجدره ما كيبقاش هادشي. اللهم يعني تهلاي في راسك، ويعني بعدي على داكشي ماشي ديالنا داكشي. والصراحه انا معاكم، انا حاولت ما امكن انني نبعد على هذا الشيء ديال الاعمال اليدويه، ويعني الحاجه اللي صعيبه ما بقاش نديرها. ولكن البنات راه والله ما قدرت، راه لدرجه انني حلفت وحنت. عرفتي شنو حلفت وحنت؟ حلفت باللي ما عمرني باقي ندير هادشي، ولكن داكشي راه انا معايا، يعني داكشي فيا، انا فيا ما عرفتش، انا داكشي حب كنديرو، ماشي كنديرو باش نعيب، باش نديرو ولا نصورو. والله القسم الا راه كاين شي حوايج اللي درتهم كاع ما صورتهم معكم. يعني في يوتيوب فقط كنشارك معكم، وكنتمنى القناه تطلع ان شاء الله في يوم من الايام. حد الساعه راه ما كاين منها والو، يعني شي حاجه اللي قليله بزاف وتقدر تجيك من العام للعام. يعني هذا اللي كاين حاليا، راه ما كاينش فيديو لا حطيتي دابا راه ما كيدخلك حتى 10 دراهم ولا 20 درهم، يعني راه كتخسر كثار منه. ولكن الحاجه ملي كتكوني كديريها وانتي كتبغيها راه كتستمري فيها. على هاد سميتو هاد المقوله دائما كنقولها، حاجه ملي كتكوني كتبغيها راه كتبقاي دائما كديريها. يعني ما كتكون من الحاجه اللي كديريها غير بزز منك، ولكن باش مثلا انا درت هاد القناه غير على قبل الفلوس راه ما غاديش نستمر. وكنعرف ناس انني بداو معايا وما كملوش، صافي ما لقاوش ما طلعوش يوم القنوات، صافي حبسوا. والله القسم الا حبسوا من شحال هادي في البدايات ديالهم حبسوا. وانا مازال كنصور ومازال كنحط ومازال. علاش؟ حيت انا كندير هادشي حب لهادشي اللي كندير.
يعني اي حاجه كنديرها راه كنديرها وانا فرحانه بها. ما كنديرهاش وانا تنفكر وانا هاد الفيديو شنو يطلع ليا ولا ما يطلعش ليا، ولا خاص الناس يعني يشوفوه بزاف، ولا المهم ما كنفكرش، كنفكر في ديك الحاجه انها خاصها تطلع ليا زوينه. هذا اهم حاجه، هذه اهم حاجه كنكون كنفكر فيها. ديك الحاجه اللي انا غندير راه باغا نديرها، باغاها بغيتها تطلع ليا زوينه. من بعد عاد كنشاركها معكم. ديك الساعه كتاب انا وهي يطلع مرحبا، ما كتابش رانا معكم، ما عنديش مشكل. المهم البنات شاركت معكم الجفاف، وريتكم الطريقه، ولكن مره اخرى ان شاء الله بقيت كنهضر مره اخرى ان شاء الله ونوريكم. كنظن انا راهو عزيز ساهل بزاف وزوين وكينفع. المهم هذا هو السيجور ديالي. درت بعض اللمسات الخفيفه صراحه فهادشي كامل كان عندي، ما زدت حتى شي حاجه شريتها ولا هذا. المهم نشارك معكم هذيك البوفه راه هي كنت صوبتها، اللي بغات تشوف الفيديو ديالها انا غادي نخليها لكم ان شاء الله، اما في اخر الفيديو، يعني في الصوره في اخر الفيديو يطلعوا لكم شي تصاور تما ديال شي فيديوهات تتوركوا عليهم وغادي تدخلوا، اولا في صندوق الوصف. المهم شاركت معكم الصالون ديالي هو هذا. صراحه هذا اللون طلع لي في راسي وماشي ما بقاش عندنا موضه. المهم هذا الاحمر، ولكن الاحمر مشارجي فيه بزاف، يعني فيه الاحمر بزاف، وعاد الزربيه حمراء. المهم ان شاء الله من بعد الا كتب الله غادي نبدلهم وغادي نشاركهم معكم ان شاء الله. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشارك معكم طبيله، نشارك معكم ديال الكوزينه. راني خديت لها الكراسه نوريهم لكم واعطيوني الراي ديالكم، وغادي نشارك معكم بعض الحويجات في المطبخ. نتمنى انهم تستافدوا منهم ويعجبوكم ان شاء الله. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم. هذه شجيره درتها هنايا. خليو لي الاراء ديالكم في التعاليق. اي حاجه شفتوها ماشي هي هذيك ولا ماشي في بلاصتها قولوها ليا، ولا اللي ناقصه شي حاجه قولوها ليا. مرحبا بكم. يلا بسلام عليكم.